الأم اللي بترضع تعمل إيه علشان يبقى في إدرار كافي للبن وفي نفس الوقت ما تتخنش؟ علشان في ناس بتقول ده أنا باصحى كل يوم لازم آكل شوكولاتة من البرطمان وحلاوة طحينية، أكيد حضرتك عارفة الحاجات دي. الحلاوة والمغات طبعًا. بالضبط، والمغات طبعًا ده أساسي. أساسي. لأ المُرضع إمم. أهم حاجة بالنسبة لها المَيّة، كتير أصلًا بيهمل فيها، لكن إمم. المَيّة هي الأساس. تمام. يعني around 3 لتر كفاية يعني لأغلب الناس، فأهم point المَيّة، اهم. والمَيّة مش السوايل، لإن كتير بيعتمدوا على العصاير، عصاير آه. بقى سواء بسُكّر وده مَيّة طبعًا كمَيّة، كوباية مَيّة مَيّة، عادي مَيّة جدًا. الشفافة بتاعتنا دي. اهم. لكن العصاير يا إما بسُكّر ودي طبعًا مشكلة كبيرة، اهم. وباشرب بقى كميات لتر و2 في اليوم، باسمع أرقام أكتر من كده بكتير، اهم. أو حتى العصاير الطبيعية، ما أنا اهم. باشرب عصير طبيعي ومش حاطة فيه سُكّر ولا حاجة، هو إمم. فيه سُكّر طبيعي، السكر الطبيعي. صحّي أكتر، اهم. لكن كمية سُكّر كبيرة. اهم. البروتين مهم جدًا، جدًا في الوقت ده. اهم. الخضار طبعًا، إمم. المكسرات يعني مصدر أساسي للدهون الصحية، يعني إمم. 20 جرام اللي قد قبضة إيدي كده وهي كَف مقفولة، الإيد، أوكي. ده كفاية جدًا كسناك اهم. مرة أو 2 في اليوم. كَف الإيد هو مقفول يا جماعة مش هو حاجة مفتوح. بسيطة هو خالص، مقفول يا يعني جماعة. مش كمية بسيطة، اللي هم أيوه. لو لوز مثلًا هيبقوا حوالي 14 واحدة.